في العالم يخرج المحرك الأساسي، صورة الفريق، روح الفريق، واللي كان ناشط بشكل غريب وربي يعطيه الصحة والعافية، يجي يخرجوا رديت نلعبوا ب10. كيفهم؟ كيف اخي تلعب معنا ولا ضدنا؟ لو كانت كرة قدم رياضة فردية يترشح أنا بعد المجد. صح. سامحوني ما نشخصنش، ولكن وقت اللي الحسرة توصل إلى هذا الحد ونلاحظ والناس تتفرج، حتى اللي ما يفهمش الكرة يعرف علاش يخرج أحسن ملاعب فوق الميدان مش أحسن لاعب تونسي. تفسير هذا؟ تفسيرها ما نعرفش عند المدرب، ماذا بينا لو في الندوة الصحفية يجاوبنا. الهدايا بالجملة والفريق مع الأسف رفضها كلها. في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصة، في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصة كامل المقابلة. معناها وصلنا دقيقة 89 وسجل هدف صحيح مع الأولاد والناس الكل، انتهت المقابلة. نعطيهم هدية من السماء، نعطيهم ضربة جزاء، كرة طايحة هابطة هكا ضربت في يد. وين التركيز؟ طيب ليش يعني رحت لهذا الكلام؟ ليش رحت لهذا الحديث؟ يا اخي قد يكون سيناريو مش مكتوبه لتونس، يعني فيك ألم وحسره من السيناريو، من اللاعبين، من المدرب، من الملفات اللي ذكرتها في بدايه الحلقه. من وين؟ شوف تقول لي مكتوب لتونس، هي مكتوب على تونس باش تمرض الشعب التونسي، مكتوب على الفريق التونسي باش يمرض الشعب التونسي. انا ناكد لك مرضى، انا ناكد لك التوانسه رقدت، انا ناكد لك التوانسه اللي رقد واللي خرج للشارع مسكين هايم، واللي ما عادش يحب يشوف في التلفزه، واللي ما عادش يحب يحكي على الكوره. ليه؟ يا ولدي يلحلحوا بينا. الكوره تلحلح بيك تقول لك بربي هاي ورقه الترشح، وانت تقولها ليه؟ امان راهو اللي عشناه، سامحني اللي عشناه معناها حرب اعصاب. اخي انت معانا ولا ضدنا؟ مين اللي معاك وضدك؟ نحكي على الفريق التونسي، اخي تلعب لصالحنا ولا ضدنا؟ ناس جايتك في بالك الفريق التونسي، واي فريق التونسي عمره ما لعب، عنده قداش 16 سنه عمره ما لعب قدام غير 45,000 متفرج، لانه احنا الملعب معناها اقصى الحالات نعطيه 30,000 تذكره. 45,000 متفرج ومعاك وفي ملعب الدار البيضاء ولعبت بالزي الابيض، وتجينا في الاخر ترفع العلم الابيض وتخرج. معناها سامحني راهو اللي حسوا الشعب التونسي، وانا ناكد مش شعبويه، راهو نحكي لك بحسره ونعرف التونسي شنو ألم، مش ألم، قداش يحب فريقه، نحبوا نفرحوا ترى. راهو الشعب التونسي يحب يفرح شويه، راهو سندكم الاخر. وانا البارح حتى البارح ايش نترشح لاني نمن بيهم، وحتى مع الجماهير. تسمع الجماهير تونسي تشجع الجماهير يا ولدي، مش تونسي، لا يعني الجماهير ادت اللي عليها وزياده، مش الجماهير، خصوصا ان الصوت كان واضح. تخيل الصوت كان واضح ونسمعه. اسمع ما سمعتوش هذا، ما سمعتوش يعني احنا سمعناه في الاستوديو، اللاعبين ما يسمعوه. يا نحب نقول فريق حزين غريق فعلا. قلت مكتوب والعقده ما انتصرت على مالي في 5 مواجهة. سامحني هذه مالي معناها اليوم المقابله، سامحني المقابله جايتك طبعا قريب يلحلحوا بينا، ترفضها يلحلحوا بينا باش نترشحوا، بربي برسمكم نترشحوا معناها. سامحني في ملعب مغربي، جمهور مغربي، طرد لاعب، لعبنا ساعة ونص زايدين لاعب، ثم جينا عملنا حاجة ماهيش معقولة تماما، هشاشة نفسية غريبة جدا، دقيقة بتشد دقيقة ما شدوش، ثم قلنا نصف ساعة هما ب10 واحنا على الأقل نظريا ب11. وبعد لا تنسى رغم الظروف القاسية والرفض كما ذكرت، الجمهور المغربي كان حاضرا ومؤازرا لتونس كما كان بالسابق في هذه النسخة، مشجع لكل المنتخبات، والظروف كانت مهيئة. لكن أنا انتظرت، ذكرت في بداية الحلقة أن هناك ألم لفتحي المولدي وحسرة. صح.
واترك لك التعبير. لا لا، ألم وحسرة ظهر حتى على ملامح وجهي، ألم وحسرة ظهر حتى مع الأولاد كي كنت نتفرج. معناها أنا وحاتب طيب والملفات؟ الملف لا، عندنا مشكلة كبيرة في تونس. كل خيبة نمر إلى المسابقة اللي بعد، ولا مرة حلينا الملفات، ولا مرة قلنا علاش، ولا مرة عملنا التقييم، وحتى التقييم يقع في إطار المكتب الجامعي. احنا نقولوا المكتب الجامعي والمكتب التنفيذي، يعني ما بين الأعضاء المكتب التنفيذي وهم مش فنيين. ولدي وقيت باش نعملوا تقييم، هل أنه الإطار الفني هذا قام بالواجب أم لا؟ هل أنه اللاعبين اللي عنا الآن قادرين باش يمشيوا؟ رانا ماشيين لكأس العالم، رانا ماشيين لكأس العالم.